نتائج الانتخابات العراقية بالنسبة للكرد وما ينبغي على الاتحاد الوطني الكردستاني فعله. انتهت الدورة السادسة من انتخابات مجلس النواب العراقي، وأصبح وضع الأحزاب الكردية كالتالي: حقق الحزب الديمقراطي الكردستاني البارتي هدفه المتمثل في حصد 1,000,000 صوت، بل تجاوزه، فقد حقق الحزب فوزا ساحقا في هذه الانتخابات ورفع نسبة أصواته في جميع المدن الكردستانية، بل فاز أيضا بمقاعد كتل المسيحيين والإيزيديين والكرد الفيليين. فوز الديمقراطي الكردستاني يعني باختصار: أولا، يدعم الكرد موقف الديمقراطي الكردستاني ضد إجراءات الحكومة الاتحادية العراقية في بغداد. ثانيا، يدعم الكرد سياسة الحزب الديمقراطي الكردستاني في المجتمع الكردي. ثالثا، كافأ الكرد الكابينة التاسعة لحكومة كردستان بقيادة مسرور بارزاني على أسلوبه القيادي وأعماله وخدماته. رابعا، لم يقتصر دعم السياسة الديمقراطي الكردستاني على الكرد فحسب، بل شمل في الوقت نفسه أيضا الكرد الفيليين والمسيحيين والإيزيديين وباقي مكونات المجتمع الكردستاني. خامسا، في منطقة ذات أغلبية عربية سنية أحرز الديمقراطي الكردستاني المركز الأول، ما يدل على أن عموم الشعب العراقي يدعم مواقف الحزب. بينما الوضع مختلف تماما بالنسبة للاتحاد الوطني الكردستاني، فرغم أن الاتحاد الوطني وسع نطاق دعايته الانتخابية وبرز على الساحة كثاني أكبر حزب، إلا أن سياسة الاتحاد الوطني تعرضت لضربة موجعة وهزيمة مدوية. فقبل الانتخابات حاول الاتحاد الوطني إزالة اللاهورجاني من الساحة، واعتقل قادة حزبين آخرين من أجل زيادة عدد أصواته، لكنه خسر حتى في قلب قلعته السليمانية أكثر من 7,000 صوت، كما خسر 70,000 صوت آخر في دهوك وأربيل وكركوك. أوعز الاتحاد الوطني إلى ناخبيه في محافظة دهوك أن يصوتوا لمرشح ميليشيات الحشد الشعبي، لكن أنصار الحزب وتنظيمه وكوادره في دهوك رفضوا الأمر وأبدوا ردود فعل عنيفة، ما أدى إلى تصدع التنظيم وانشقاقه على نطاق واسع. كل هذا يعني: أولا، الكرد يرفضون سياسة وموقف الاتحاد الوطني الكردستاني العام تجاههم. ثانيا، لا يقبل الكرد إطلاقا موقف الاتحاد الوطني إزاء الدولة العراقية وعلاقاته وارتباطاته بالحشد الشعبي. ثالثا، سياسة الاتحاد الوطني في كركوك منذ أحداث 16 أكتوبر عام 17 وسياسته في انتخاب المحافظ رغم الرفض الكردي تسببت بدمار موجع في كركوك. رابعا، ليس محل قبول لدى الكرد سياسة بافل طالباني في الانتخابات البرلمانية الكردستانية ومساعيه الحثيثة في عرقلة تشكيل حكومة إقليم كردستان. هذا هو وضع ما بعد الانتخابات بالنسبة للديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني، لكن الصراع الحقيقي سيبدأ بعد هذا. منذ الربيع العربي لم يتحرك الاتحاد الوطني بما يخدم مصالح الكرد وإقليم كردستان على الإطلاق، بل تسبب خلال هذا العقد من الزمن بخسارة فادحة لإقليم كردستان. لذا يجب على الاتحاد الوطني احترام موقف الرأي العام المتمثل في الانتخابات وتغيير سياسته. أول ما يجب على الاتحاد الوطني فعله في هذه الانتخابات والتوقف عن تقويض عملية تشكيل حكومة إقليم كردستان، وعليه على الاتحاد الوطني الانضمام إلى الحكومة بمطالب معقولة. كما هو المسؤول الأول عن خسارة مقاعد الكرد في كركوك، فالديمقراطي الكردستاني لم يدخل كركوك منذ أحداث 16 أكتوبر، لكنه افتتح مكتبا في كركوك بعد 7 سنوات، وفي جرميان بعد 8 سنوات، بل حتى في انتخابات مجلس المحافظة تحرك الاتحاد الوطني بشكل مستقل وأحادي، مما سمح للعرب بالحصول على مكانة مهمة في بيروقراطية كركوك. والآن حان الوقت لوضع حد لهذه الممارسات الفاسدة والقذرة. لذا يجب على الاتحاد الوطني الكردستاني قبول بناء استراتيجية كردية مشتركة تجاه كركوك، وإذا ما حاول الاتحاد الوطني شن هجوم جديد على البارتي بالتعاون مع ميليشيات الحشد الشعبي بذريعة أن هذه الميليشيات حققت نجاحا في الانتخابات، فسيكون هذا خيانة عظمى على بافل طالباني وعقلائه ومستشاريه الكف عن محاولاتهم الرامية لتدمير وحرق كردستان.